السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الباشمهندس أحمد عسل. في الفيديو النهارده هنعرف دلوقتي إزاي أنا لو عندي شبكة حلو، أنا عملناها استخدمناها باستخدام السويتش والشبكة التانية بالسويتش التاني اللي إحنا عرفناها في الفيديو الأولاني واتعلمنا ده في الفيديو الأولاني، إزاي بقى أقدر إن أنا أربط الشبكة دي بالشبكة دي. الجهاز اللي باستخدمه في ده وهو الراوتر. جميل. طيب الراوتر اللي باستخدمه هو 1841. هنيجي هنا وهنعمل بقى الستريت ثرو، فبختار هنا البورت 0.0. جميل. ممكن نعمل ده على طول اوتوماتيك. تمام. طيب انا عايز اعمل كونفيجريشن بقى للراوتر ده، فوالله ببساطه خالص بروح على كونفيج، بعد كده 0.0، وبعد كده بكتب الاي بي بتاعي بتاع الراوتر ده. تمام. طيب الاحظ هنا بقى ان في عندي خانه بقى سبنت ماسك. عايزين نعرف ايه السبنت ماسك ده. السبنت ماسك ده بيفيدني وقت لما يكون عندي رينج من الاي بيهات. جميل. وانا عايز اقسمهم لشبكات منفصله. حلو. السبنت ماسك ده اللي بيقول لي ان والله ان انت لو عايز تبعت رسالة من الجهاز ده أهو للجهاز ده أهو، فوالله إن الIP ده أهو ما بيقعش في الrange اللي بيتيحه لي الSubnet Mask ده. فعشان كده الرسالة لمّا تيجي، لو أنا باعمل هنا رسالة من هنا لهنا، فعلى طول الPC ده أهو بيقول لك روح ابعتها للراوتر، والراوتر بيبقى عارف بيبقى عارف على طول إن الIP ده أهو برّه حدود الشبكة بتاعتي عن طريق الSubnet Mask. طب جميل جدًا. طب خلّينا نكمّل. طب في نقطة دلوقتي أنا لازم الأول لمّا أتأكد إن أنا مفعّل البورت، عشان كده اتقلبت خضرا أهي. طيب في التانية هافعّل البورت. حلو. وهاكتب الIP بتاعي 71 16 1.1. وكده بافعّل subnet mask. جميل. تمام، تمام. طيب fast forward كده أنا عايز fast forward time. جميل. عايز أبعت بقى رسالة من هنا لهنا failed. أصل في بقى إعداد جديد إحنا ما عملناهوش، هو الdefault gateway. وهو إيه؟ إن والله لو أنا بابنج أو عايز أكلم IP برّه range الأيبيهات اللي بيحدده لي م م الsubnet mask، ابعت للبوابة بتاعتي، البوابة بتاعة الشبكة وهو الراوتر. فأنا أبتدي أكتب البوابة بتاعتي بتاعة الشبكة هنا اللي هي الIP بتاع الراوتر 1، 2، 168 1.1، واحدد البوابة هنا اللي هي الdefault gateway بتاعي 1.1. وهنا نروح نحدد البوابة بتاعتنا 162 16.1.1. جميل. وهنا نحدد البوابة بتاعتنا. جميل. حلو أوي. طيب أنا عايز بقى أعمل ping من هنا لهنا، فالاقي in progress failed. طب نrefresh success. نrefresh هنا تاني success، مفيش فيها مشكلة خالص. طيب نعمل هنا لهنا success، هنا لهنا improve. جيت عملت هنا، ثواني نديليت كل عشان تبقى واضحة، ونعمل من هنا لهنا success اهي. جميل. ومن هنا لهنا success، مفيش فيها مشكلة خالص. طيب أنا عايز أشوفها بالضبط شكل يعني العملية دي بتحصل إزاي in slow motion. عايزين نشغّل الsimulation ده. طيب خلاص ما فيش مشكلة خالص، نروح على simulation ونروح على PC1. حلو. ونجرّب التجربة التانية هنا. أنا عايز أبِنج أبعت الجهاز ده أهو. حلو. عشان نشوف إزاي العملية دي بتحصل سوا. تمام. نشغّل الsimulation بتاعي. ألاقي إن والله اتبعت رسالة للسويتش، السويتش عارف من السبنت ماسك إن ده برّه، فبيتبعت على طول للdefault gateway. الdefault gateway اللي هو الراوتر عارف إن الشبكة دي موجودة على البورت اللي هو 0.1، فبعتها لل لل للسويتش. السويتش خلاص عارف الIP ده موجود عندي هنا، فبيروح يرد على طول بالرسالة بتاعة الping. والرسالة بتاعة الping بتتبعت من السويتش للراوتر، السويتش رقم 6. وبعد كده بتتبعت للسويتش للPC بتاعي، واتسمعت عندي هنا reply هنا بالطريقة دي. بس كده. ده كان فكرة إن الراوتر وهو الجهاز اللي بيساعدني عشان أربط شبكتين مع بعض. جميل. طيب
حتّة تنظيمية كتركاية تنظيمية بقى لو عايزين نعمل مربع بقى كده نوضّح عشان ننظّم نفسنا، نتعلّم حاجة جديدة، إن إحنا عايز إن أنا أفصل أعملهم في مربع منفصل، ممكن إن إحنا نعمل هنا كده حلو، الdrawing tool دي وأعمل مربع، مربع كده أهو، حاجة تنظيمية بس، جميل. وممكن برضه عندي في هنا إن أنا لو عايز أرسم circle هنا وأعمل outline بتاعها بس إن ممكن أخلّيه بلون مختلف، جميل. بس يبقى اتعلمنا حاجة جديدة، حلو. لو أنا عايز أوضّح وأقدر أكتب برضه الtext هدف text اللي أنا هاكتب الإيه، أحدد الrange الIP زي ما إحنا بنعمل هنا كده باكتب الIP بتاع الشبكة، فأقدر أعمل هنا أكتب كده وأكتب إن الIP بتاع الشبكة دي 192.168.1.1 جميل، وآخد دي كده أهو، هنا كده حلو، وقادر أنا أعملها هنا أهو، جميل، 1، 2 16 1.1 تمام، بس كده. أتمنى الفيديو ده يكون بسيط ظريف كده وبس كده خلاص ده كان الراوتر.